أهلا وسهلا كل المتتبعين ديالي الكرام الغاليين والعزاز على قلبي، أخوتي أخواتاتي داخل المغرب وخارجه، كبار وصغار، نساء ورجال. مرحبا بكم في قناتي ومرحبا بكم في فيديو اليوم إن شاء الله. كيف ما كتشوفوا جيت نشارك معكم واحد الشوربة تركية كتجي أروع ما يكون. شوربة بالعدس الأحمر سهلة وسريعة التحضير، ممكن تشكلوا بها في المائدة الرمضانية إن شاء الله الرحمن الرحيم. الله يجيبوا على خير وبخير، لا فاقدين ولا مفقودين. وهنا كيف ما كتشوفوا رابقتها بطريفات ديال الخبز ديال الباكيط مقطع دوائر ومحمر في الفران. بلا ما نطول عليكم ندوزو المكونات. بالنسبه للمكون الرئيسي ديال الشوربه ديالنا كنحتاجو هنايا كاس ديال العنبه ديال العدس الاحمر. بالنسبه للخضر كنحتاجو بطاطا وحده، خيزويه وحده، مطيشه وحده، وفلفله حمراء وحده، وبصله صغيره فقط نستعملو غير النصف ديالها، جوج ضريسات ديال الثومه، نص معلقه كبيره ديال مطيشه الحك اولا الطماطم مركزه، معلقه صغيره ديال الابزار، سكينجبير، الخرقوم، الفلفل الحلو اولا التحميره، ومعلقه صغيره ديال الكمون اللي ضروريه في هاد الشوربه هذه، فهي كتعطيها واحد اللذه رائعه. كنحتاجو 2 معالق كبار ديال زيت العود، لتر ديال الماء والملحه. هادو هما المكونات ديال الشوربه ديالنا. كناخذوا الخضره ديالنا كنقيوها وكنقطعوها مكعبات صغيره باش تجينا باش دغيا طيب لينا. بالنسبه للعدس ديالنا ضروري ما نغسلوه مزيان حتى كيتقطع منه داك النشا ونخليوه يتسخطر. كندوزو على بركه الله، كناخذوا الكميله ديالنا كنضيفوا ليها الزيت. بالنسبه لزيت العود ممكن تستعملوا زيت العود اولا زيت المائده اولا الزبده، شنو كيعجبكم وشنو موجود عندكم في الدار. كنضيف عليها نص معلقه، نص بصله صغيره مقطعه شلطها قطع صغيره، وكنحك عليها 2 ضريسات ديال الثومه، وكنخليوها تشحر تقريبا واحد 2 دقائق ديال المكانه. كتعرفوا الثومه ملي كتشحر كتعطي واحد اللذه رائعه للشوربه ديالنا. هنا كنحركوها على نار متوسطه، ومن بعد كنضيف عليها الخضيره ديالنا. هنا خيزو والفلفله وبطاطا. بالنسبه للفلفله حمراء فهي عندها واحد اللذه رائعه، لا في الشوربه اولا في الطاجين اولا في اي وصفه كنديروا الفلفله حمراء فهي لذيذه بزاف. من بعد كنضيفوا التوابل وكنحركوا هاد التوابل مع الخضيره ديالنا، نخليوها تتشحر مزيان. اي حاجه زدناها ضروري ما نشحروها 2 دقائق. من بعد كنضيفوا الملحه ونضيفوا العدس ومطيشه ديالنا ونخليهم يتشحروا مزيان. ومن بعد كنرويو القميله ديالنا، كنضيفوا لها يديطرو ديال الماء، نخليوها حتى كتغطى هاد الخضيره هادي، ونضيفوا عليها نص معلقه كبيره ديال مطيشه الحك اولا الطماطم المركزه، ونخلطوها مزيان. ونحركوها مزيان، وتقريبا واحد نص ساعه ديال المكانه والشوربه ديالنا واجده. كيف ما كتشوفوا من بعد ما داز نص ديال المكانه الخضره ديالنا هي طايبه، غادي نطحنوها. في الخلاط. كيف ما كتشوفوا غادي نطحنوها مزيان حتى كطحن هذيك الخضيره، وكنرجعوها فوق البوطه تقريبا واحد 5 ديال الدقائق. كنتمنىكم تبقاو معايا حتى الاخير فيديو متتبعين ديالي الكرام. اللي ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد، فضلا وليس امرا. كيف ما كتشوفوها الشوربه ديالنا كنعاود نردها فوق البوطه تقريبا واحد 5 ديال الدقائق. من بعد كنطفيو على البوطه ديالنا على القميله وكنغطيوها وكنخليوها جانبا، وكندوزو ناخدو الباكيط
اللي غادي نرافقوه مع الشربة ديال العدس ديالنا. انا ديجا عندي الباكيط في المجمد، من الاحسن تستعملوا الباكيط كيكون باقي في المجمد، ما تستعملوش الباكيط اللي كيكون جديد لانه في التقطيع ما غاديش يطاوعنا، وباش يجي لنا التقطيعه مقاده كيف ما كتشوفوا، دوائر مقاده. واخا كيكون مجمد فهو ملي كنقطعوه دغيا كيطرخم. ممكن نغطسوه بشويه ديال الزيت مخلط مع الثومه، اولا ندهنوا له الوجه ديالو ونستفوه في الصينيه. هنا كيف ما كتشوفوا دهنت له فقط الوجه، غير هذاك الشيء دهنه خفيفه وسريعه. ومن بعد كنحك عليه شويه ديال الزعتر، ولا عندكم شويه ديال الازير حتى هو كيعطي واحد اللذه رائعه. هذا الباكيط منسم بالثومه، زيت العود والثومه، وكندخلو الفران ونحاولوا ما نساوش لانه هو دغيا كيتخطف. بزاف المرات كيديرها ليا كنلقاه كلشي كحل كلشي رموم. وهذه هي الشربه ديالنا واجده كيف ما كتشوفوا المتابعين ديالنا الكرام. واحد الريحه فيها رائعه، ما غاديش نشكرها لكم، ولكن الا جربتوها غتصبحوا مدمنين عليها. فهي سهله وسريعه التحضير، ما غاديش نشكرها لكم. ممكن تزينوها بشويه ديال الربيع المعنوس وشويه ديال الجبن كنحكوه الا عندكم، الا ما كانش ماشي مشكل. نتمنىكم تكونوا بقيتوا معايا حتى لاخر الفيديو. الى وصفه اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم.